قررت رابطة الأندية الإفريقية اختيار المغرب لإقامة مقرها الرسمي. يشير هذا القرار إلى تعزيز مكانة المغرب كمحور رياضي مهم في القارة الإفريقية. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن تأسيس رابطة الأندية الإفريقية العام الماضي، بهدف تحسين مستوى الأندية وتنظيم البطولات بشكل أفضل. تتكون الرابطة من 80 نادياً يعتبرون الأفضل في القارة، وفقاً لتصنيف الكاف. يتضمن الأعضاء نادي الأهلي والرجاء المغربي والهلال السوداني وريال باماكو المالي وغيرهم من الأندية البارزة في إفريقيا. وقد تم السعي لتوزيع الأندية بشكل عادل بين مناطق القارة لضمان التنوع والشمول. اختير هيرسي سعيد من نادي يانج أفريكانز رئيساً للرابطة، فيما تسلمت جيسيكا ماسونج من كايرز تشيفز منصب نائب الرئيس. أوضح مصادر من كاف أن عملية اختيار القيادة تمت اعتماداً على غياب ممثلين من بعض الأندية الأخرى الكبرى مثل سيمبا ومازيمبي. يهدف مجلس إدارة الرابطة إلى دعم التعاون بين الأندية الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية فيما بينها. ومع أن الأهلي ممثل شمال إفريقيا في الرابطة، إلا أن مسؤوليه قرروا عدم الترشح لرئاسة الرابطة في هذه المرحلة، مفضلين الرصد والتقييم في الوقت الراهن. هذا التنظيم الجديد يسعى إلى تحسين المنافسة وتطوير البنية التحتية لكرة القدم الإفريقية، والنهوض بمستوى الأندية للارتقاء إلى المنافسات العالمية. يتطلع الاتحاد إلى توسيع عدد الأندية المشاركة في المستقبل ليشمل أكثر من 80 نادياً، وفقاً للتطور والنجاحات التي تحققها الأندية في السنوات المقبلة.